مجموعة صعبة. المنتخب المغربي بتصدر مجموعته بعد ما تعادل في الجولة الأولى مع ثانية العالم 2018 كرواتيا، وبعد ما فاز 2-0 على ثانية التصنيف العالمي بلجيكا. والمنتخب المغربي أمام فرصة ذهبية وحقيقية إنه يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط في حال فاز الجولة القادمة على منتخب كندا يلي بيقدم أداء جميل جدا، لكن هالمنتخب مش محظوظ. إذا المنتخب المغربي بإمكانه أنه يتصدر ب7 نقاط ويتأهل للدور الثاني عن مجموعة قوية وحديدية. وصراحة عجبني مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراقي في 3 أمور. الأمر الأول هو التكتيك، صراحة أظهر أنه مدرب ما شاء الله، يعني تكتيك عالي جدا جدا وداهية صراحة. الأمر الثاني هو نوعية التبديلات وتوقيتها، واللي دائما تبديلاته وتدخلاته الفنية بتحدث فارق في شكل المنتخب المغربي. الأمر الثالث هو طريقة إدارته للمباراة وتقسيمها إلى أجزاء. عشان هيك بنشوف المنتخب المغربي في المباراتين وصل إلى نهاية المباراة بلياقة بدنية عليه. لكن هذا المدرب بحاجة إنه يحسن شوي ويجري التعديلات على التشكيلة الأساسية للمنتخب بتغيير بعض الأسماء. وكمان عجبني لاعب في المنتخب المغربي، رغم انه دائما بنزل في المباراتين الاخيرتين نزل بديل في الشوط الثاني، وهو يحيى عطية الله ظهير شمال. صراحة ما شاء الله هذا اللاعب يعني كل ما ينزل بيحدث فارق، وانا من وجهة نظري الشخصية لازم يلعب اساسي على حساب نصير مزراوي في الجهة اليسرى. المنتخب المغربي تقريبا هو من افضل المنتخبات في المونديال حتى الان من حيث التنظيم والتكتيك ومن حيث الانتشار في الملعب، لكن ينقص أكثر الجرأة الهجومية، لأنه كلما تقدم كل ما شفنا أنه المنتخب بيكون خطير جدا على الخصوم، وهذا ما أثبت في المباراتين الأخيرتين. المنتخب المغربي جميل ورائع، لكن إذا وثق في نفسه أكثر واجتهد وآمن بحظوظه أكثر، أنا بتوقع أنه مش بس يوصل دور 16 لكن ممكن يوصل الدور 8.